في بداية فيلمنا بنتعرف على بيترا وجيمس، واللي بعد ما بيصحوا من النوم بيتفقوا إنهم يبقوا يتقابلوا بعد حصة الفلسفة. وبعد ما بيترا بتمشي، جيمس بيروح يكمل نوم، وهو بيتقلب بيلاقي إنه راحت عليه نومة، فبيقوم متأخر وبيقعد يجري في كل مكان عشان مش عايز ياخد له كلمتين من البروفيسور. فبيدخل المحاضرة على آخر لحظة، وبيوصل عند الباب قبل ما المدير أستاذ إيريك يقفل الباب، وبيبدأوا محاضرتهم بنقاش عن المنطق، وإن إزاي بعد ما الطلبة يتخرجوا هيخلطوا بين المنطق والفلسفة في حياتهم اليومية. وبيتكلموا عن إن في ناس كتير عايشة كويس من غير ما يحصل معاهم الكلام ده، ولا بيهتموا بالعلم أصلا. ولما إيريك بيسمع ده بيحس بإهانة، وبعدين بيقول الطلبة بتوعه يفكروا في تجارب فكرية هم فكروا فيها السنة اللي فاتت. فتشيبس بيقول له إنه فكر في تجربة خيالية لقرد بيتعلم يكتب الرسايل، وجاك بيقول له إنه فكر في تجربة وحشية شوية لناس مربوطين على سكك الحديد، ومطلوب من ناس تانية إنهم يختاروا الناس اللي تستاهل إنها تعيش، والناس اللي هيضحوا بيهم. والموضوع ده بيخليهم يختلفوا مع بعض في الآراء، وكل واحد بيكون شايف الموضوع بطريقة مختلفة عن التاني. وبعدها بوني بتحكي عن تجربة بيتناقشوا فيها عن قيمة الصحوبية، سواء لاختبار بقى قوة الصحاب أو إن الشخص يعيش وحيد. وبعد ما أستاذ إيريك بيسمع آراء الطلبة، بيكمل كلامه وبيقول لهم إن هو محضر لهم تجربة أخيرة ومهمة جدا، وهي إنهم هيدخلوا في محاكاة من وحي خيالهم، وبعدين بيطلب منهم يألفوا سيناريوهات لنهاية العالم. فبيجيب صندوق فيه الأدوار الرئيسية وبيخلي كل واحد فيهم يختار ورقة فيها مواصفات الشخصية اللي هيمثلها في المحاكاة، وبيقول لهم إنه على حسب كلام الأساطير في كارثة ذرية حصلت على كوكب الأرض، وإنهم قدامهم حصن قوي يقدروا يعيشوا فيه لمدة سنة واحدة، بس معمول ل10 أشخاص بس، في حين إن في 24 شخص. فجورجينا بترفض تشارك في التجربة دي علشان شايفة إنها تجربة غير آدمية، بس لما الأستاذ بيعرض عليها إنها تتطوع بمكانها في الحصن مش بتعرف ترد، بس بتفضل معترضة على الفكرة. وفي الناحية التانية بيترا بتشتم في النظريات الخيالات المجنونة دي، وبتبقى خارجة من المحاضرة، بس إيريك بيوقفها وبيقول لها إنه هيديها تقديرات وحشة لو رفضت إنها تكمل المحاكاة دي معاهم. ومش كده وبس، ده كمان هيدي جيمس حبيبها تقدير وحش. وبعد كده الأستاذ بيخليهم يسحبوا أوراق من الصندوق، ومطلوب منهم يقرروا مين أكتر واحد فيهم يستاهل إن هو ياخد المكان اللي في الحصن ده، ومين اللي هيفضل بره في المكان اللي فيه إشعاعات. فالأستاذ مش بيستناهم يصوتوا وبيقتل هو ولد منهم، واللي مواصفات شخصيته في المحاكاة دي إن هو شاعر. وباقي الطلبة لما بيلاقوا أخد القرار ده فجأة بيتعصبوا، بس إيريك بيقول لهم إن المهنة دي ملهاش أي لازمة في الوضع اللي هم فيه، لأنهم محتاجين دلوقتي يرتبوا أولوياتهم ويشوفوا هينجوا إزاي. وبعض الطلبة بيتغاظوا خصوصا لما بيلاقوا البروفيسور بيخلص على الناس اللي شايفهم مش مهمين للبشرية من غير رحمة، فبيتفقوا كلهم على البروفيسور وبيتقلبوا ضده، وبيقفلوا باب الحصن عليهم وهو بره. وعلى حسب مخيلات الطلبة الحصن بيكون مريح جدا، وبيندمجوا قوي جوه العالم الخيالي ده، وبيبدأوا يفكروا هيعملوا إيه قدام. وفي الوقت ده إيريك بيضيف عنصر جديد في التجربة، وهو إنه الوحيد اللي يعرف شفرة الحصن، وإنه بيتفتح من جوه بس الطلبة مش بيغيروا رأيهم برضه وبيسيبوه يموت قدام عينيهم، وبعدين بيلاقوا جثته مرمية قدام الباب. وبعد سنة من وجودهم في الحصن بيبقوا بيفكروا في اللي مستنيهم، فبيحاولوا طول الوقت ده إنهم يشغلوا نفسهم ويفكروا في حاجات تانية، بس آخر اليوم بيرجعوا يفكروا في نفس الموضوع وبيكونوا خايفين. وكل يوم بيترا بتروح عند الباب الإزاز اللي الأستاذ بتاعهم بيكون مرمي قدامه، وبتزعل عليه كل ما بتشوف إن في أجزاء بتتاكل من جسمه. وأخيرا بيجي يوم الخروج من الحصن ده، بس بيلاقوا الحصن محتاج شفرة فعلا، فبيجربوا كل الطرق اللي مش بيلاقوا أي حل فيها ولا بيعرفوا يفتحوا الباب. وفي الأول بياكلوا باقي الأكل اللي فاضل عندهم، وبعدين بياكلوا حيواناتهم الأليفة، وبعدها بياكلوا في بعض، وبرضه مش بيوصلوا لحل. ولما الأكسجين بيخلص اللي باقيين من المجموعة بيموتوا، وبعدين بيرجعوا للواقع. وفي الوقت ده الجو اللي في الفصل بيكون متوتر على الآخر، بس إيريك بيكمل التجربة بكل هدوء وبيقول للطلبة على الأخطاء اللي عملوها عشان ما يكرروهاش في المحاكاة اللي جاية. وفي المشهد اللي بعد كده نفس السيناريو بيتكرر في الصحراء، وبيكون حاصل نفس الكارثة النووية، وفي قدامهم حصن ولازم يختاروا من بين الطلبة، بس المرة دي بيزود عليهم شوية ظروف حياتية جنب المهنة بتاعت كل واحد. مثلا جيمس بيكون شاب مش تقليدي، وجورجينا بتبقى راجعة من سفرية شغل في أفريقيا وعندها فيروس مميت، وتشيبسي بقى بيكون أقل حظ فيهم، مع إنه نجار ومهنته دي ممكن تساعدهم يبنوا العالم من أول وجديد، بس بيبقى عقيم ومش قادر إن هو يعيش في ظروف زي دي. ولما جورجينا بتسمع ده بتنهار، أو بتتعامل مع الأستاذ بقلة ذوق وبتقول عليه إن هو ابن مجنونة، بس إيريك مش بيتضايق عادي خالص، وبيصمم إنهم يكملوا التدريب ده عشان ما يخليش سنين الدراسة تضيع على الفاضي. والمرة دي الطلبة بيتخانقوا مع بعض بس بمنطقية أكتر، وبيعملوا حساب للمهنة والصحة والقدرة على الخلفة، وكل واحد فيهم بيطلع يتكلم عن نفسه وبيحاول يقنع الباقي بإنه مهم وهيفيدهم.
ولما الدور بيجي على الشاعر، الأستاذ بيخلص عليه مرة تانية من غير حتى ما يديله فرصة يكمل كلامه. بس المرة دي الطلبة بيقرروا ما يعاقبوهوش نفس العقاب المرة اللي فاتت، عشان بيفتكروا اللي حصل المرة اللي فاتت. وبعد ما بيدخلوا الحصن بيبدأوا يظبطوا حياتهم. ومش دي الحاجة الوحيدة اللي بتكون مختلفة، لأن المرة دي بيترا بتلاقي جيمس مش بيحبها ومش مهتم بيها أصلا. بس بالنسبة لباقي الشباب فبيفكروا كويس قوي كل واحد فيهم يختار مين كشريكة حياته عشان يقدروا يخلفوا ويبنوا العالم من تاني. وهنا بيترا بتكمل مع أستاذ إيريك، لأن في المحاكاة دي أنسب ليها على حسب يعني كلام البروفيسور. وجيمس ما بيبقاش عاجبه الموضوع ده. وبعد 10 أسابيع ولا واحدة من البنات بتحمل، فإيريك بيحط قاعدة جديدة، وهي إنهم يبدلوا الشركاء بتوعهم. بس البنات مش بيعجبهم الكلام ده، وفي شباب برضه بيعترضوا على الموضوع، فبيشدوا مع بعض وبعدين بيقوموا ماسكين في خناق بعض. إيريك بقى بيتغاظ فبيقرر ينتقم منهم، وبيقوم فاتح الباب بتاع الحصن وبيموتهم كلهم بسبب الإشعاع النووي. وفي اللحظة دي وهم في المحاضرة الكل بيفضل ساكت شوية لحد ما جيمس بيكسر الصمت. ولما بيفتكر بداية المحاضرة دي بيستوعب إن الكارت بتاعه كان مزيف، وإن إيريك قصد يخليه يسحب كارت مستحيل يقدر ياخد بيه مكان في الحصن ويكون عنده سلطة. فبيقوم ياخد الصندوق وبيلاقي الصندوق فيه جزء مخفي ما كانش بيظهر له. لما بيجي دور جيمس أما يسحب كارت الشخصية، وقتها بيكون مستغرب ليه إيريك بيكرهه للدرجة دي. وبعدين بيبدأوا في محاكاة تانية، وجيمس المرة دي بيلعب دور مزارع بيهتم بالورد. وهنا الحصن بيكون موجود على جزيرة ساحلية، وهما بيتمشوا على الشط بيترا بتروح للأستاذ وبتقول له إنها المرة دي هي عايزة تختار بنفسها، وبتقرر هي مين اللي هيكون ليه مكان في الحصن ومين لأ. والمنطق بتاعها ده بيفاجئ إيريك، ومع إنها بتشرح كل قرار بتاخده، بس الأستاذ بيديها تقدير قليل عشان بتختار اختيارات يعني غريبة ومش منطقية. وبدل ما تختار مهندسين ومزارعين بتختار مصممين أزياء والشاعر اللي كل مرة بيموت أول واحد. ومش بتختار إيريك للمرة التانية. وبيكتشفوا هما في المحاكاة إنها سرقت المسدس بتاعه، واللي إيريك كان بالمناسبة بيستخدمه عشان يضمن بيه مكان لنفسه في الحصن. ولما بيلاقيهم فهموا الليلة بيحاول يبتزهم بشفرة الخروج اللي هو بس اللي يعرفها. بس وقتها الطلبة بيقولوا له إن مفيش داعي يعتمدوا عليه في حاجة زي دي، لأن في المحاكاة اللي قبلها هما شافوه وهو بيدخل الشفرة وحفظوها. والمرة دي بيترا بتقرر إنها ما تبقاش من ضمن اللي بيدخلوا الحصن، بس تشيبس بيدخلها الحصن غصب عنها، وبيخرج هو وبياخد باقي الناس بره، وبيروحوا ياخدوا مركب وبيحاولوا يهربوا بطريقة تانية. والمجموعة اللي قعدت في الحصن بتقضي هناك سنة ولا أروق، وبيقعدوا بقى يلعبوا كوتشينة ويدخنوا ويعملوا كل اللي هم عايزينه. والمفاجأة إن القصائد الشعرية المرة دي بيطلع ليها لازمة عشان بتساعدهم إنهم يكون عندهم أمل يعيشوا. والمرة دي بيترا وجيمس بيكونوا مع بعض، وهم قاعدين في الورشة بيترا بتعمل آلة عزف عشان يسلوا وقتهم بيها. وبعد السنة بيخرجوا من الحصن وبيلاقوا إن القنابل الذرية ما نزلتش على الجزيرة بتاعتهم. بس عشان إيريك ما بيكونش عايز النهاية تكون سعيدة بيقولهم إن باقي العالم اتدمر. وفي الآخر الطلبة ما قدروش يستغلوا فايدتهم وفشلوا إنهم يزودوا عدد السكان. بس بيترا مش بتستسلم وبتنسى خالص موضوع الدرجات، فبتبدأ تتخانق مع الأستاذ وبتثبت له إن حتى لو الكلام ده صح فهم عاشوا حياة كويسة على الجزيرة دي. وبعدها بيحاولوا يقفلوا المحاكاة دي عن طريق إنهم يدوسوا على زرار وقوع الصاروخ. بس البروفيسور مش بتعجبه النهاية دي وقتها، وبيكملوا خلاف، والأستاذ بتاعهم بيقول لهم إنه طلع لسه عايش على الجزيرة وما ماتش، ودلوقتي بيكون ماسك المسدس بتاعه وبيهدد بيه جيمس على أساس يعني إنه كده هينقذ الباقي. بس الطلبة بيكونوا جابوا آخرهم منه وبيدافعوا كلهم عن زمايلهم. وبيترا بتخلص النسخة بتاعتها من المحاكاة دي زي ما كانت عايزة، وبيطلع إن تشيبس هو أسعد واحد فيهم في وسط كل اللي حصل ده. وبيكون في النسخة دي من المحاكاة لقى فيها جزيرة سكنية تانية، وبعد ما خلص من باقي أصحابه بالصدفة بيعيش في الآخر. ومع إنه عقيم بس مش بيفقد الأمل في إنه يخلف، وبيبقى قاعد مستني أي معجزة تحصل عشان يخلفوا ويزودوا عدد البشرية. وإيريك بيبقى شايف إن النسخة دي سخيفة، بس بعدين بيقول الطلبة بتوعه يسلموا الكتب بتاعتهم وبينهوا المحاضرة. فالكل بيمشي من المحاضرة، بس بيترا بتروح الجنينة وبتقول لإيريك يروح معاها، وهناك بتتكلم معاه في موضوع إنهم مش هينفعوا يكونوا مع بعض، وبتقوله إنها بتحب زمايلها وعارفة إنه بيرخم على جيمس عشان كده، وإن هو ده اللي خلاه يعمل التجربة دي من البداية. بس بترجع تفكره يعني إنهم مش هينفع يكونوا مع بعض، والأحسن إنه ما يعملش دراما ويسيبهم يعني في حالهم، وبعدين بتمشي وتسيبه. وبعدها إيريك بيدخل المكتب بتاعه وبياكل سندوتش، وبعدها بيفتح الدرج وبيطلع المسدس اللي فيه، وبعدها بنسمع صوت طلقة خارجة من المسدس، وبعدها بيطلع على السلالم وما بيبقاش باين عليه هل هو ضرب الطلقة دي فعلا ولا هل دي قصة تانية من عالم الفلسفة بتاعه. وبس كده يا صاحبي، أكون كده خلصت معاك العظمة، وأشوفك بقى في العظمة اللي جاية. سلام.